السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة إن شاء الله تعالى مثواي ومثواكم. سبحان ربي، ما أجمل القرآن وما أعظم كتاب الله. هذا المساء كنت أراجع سورة الرحمن بعد صلاة العصر مباشرة. قرأت سورة الرحمن 5 مرات، وهذه طريقتي وأنصح بها الجميع. لما تكونوا تقرؤون القرآن اغتنموا هذه الفرصة واقرأوا على الماء. فأخذت قارورتان من الماء، كانت 3 لتروات بين القارورتين، وأنا أقرأ ووضعت أمامي القارورات وفتحت القارورات، وكنت كلما انتهيت من سورة الرحمن مرة أنفت هكذا. انتهت من القراءة فتركت القارورات في هذا المكان في سطح المنزل في بيتي المحبوب، وذهبت خرجت إلى العمل. لما عدت سبحان ربي صدمت بأمر. صدمت أن الماء عندما يقرأ، صراحة هذا الاكتشاف أول مرة أصل إليه. لما عدت إلى البيت صعدت أنا وزوجتي صلى الله يحفظها إلى هذا البيت المتواضع، فجلسنا فقلت لها خذي معك قارورة واهبطي إلى المنزل، أعطي للأبناء يشربوا هذا الماء، وكذلك أنت راه قريت فيه هكذا، لقد قرأت فيه سورة الرحمن 5 مرات. قالت لي: ألم تنتبهي إلى أمر؟ قلت لها: كيف؟ قالت لي: سبحان ربي، أول مرة أصل إلى هذه المعلومة. قالت لي: شوف الماء كيف تغير، شوف الماء كيف يتغير. قلت لها: كيف؟ أنا ما انتبه. قالت لي: الماء سبحان ربي يتغير عندما يقرأ عليه أمر حسن أو كلام حسن، دعاء، قرآن، كلام طيب. قالت لي: سبق لي وشاهدت مقطع لعالم ياباني أجرى دراسات علمية، بحث علمي على الماء، فوجد أن الماء الذي يقرأ عليه أمور طيبة هذا يتغير. سبحان ربي، تتفتح أو بلورة الماء أو ذرة الماء، تبلور ذرات الماء تتفتح. ولاحظت أمور، هذه المعلومة كانت عند زوجتي لكن أنا ما عندي صراحة. قالت لي: انتبه إلى الماء. فأنا نحاول نصور لكم هذه القارورة والتغيير الذي حصل بعد القراءة. نحاول نجيب هذه القرعة هنا حتى تظهر أكثر. هنا ما كتبانش، لكن هنا سبحان ربي تبان. ما نهضروش على هاد النقاطي، هادو عادين، هادو غير الماء، لكن طبلور الذرات. الآن بان الصورة واضحة. هذوك الحبيبات هذا تسمى أو يسمى في علم البحث العلمي وهذه الدراسة التي أجرى هذا العالم الياباني، وجد سبحان ربي أن الماء لما يقرأ عليه أمر حسن تتفتح طبلورات ذرة الماء. وهذه للناس لما تريدون تأكدوا أن ذاك الماء اللي قريتي فيه واش فعلا ذاك الماء أصبح ماء رقية، أم تلك القراءة ما فيها
يعني لم تعطي أكلها أو نتائجها، لأن بعض الناس يقرأوا بسرعة، يقرأوا بطريقة يعني سريعة، ما في تدبر، ما في تمعن، وبطريقة قليلة يقرأ الفاتحة مرة أو اثنين ويقول هذا خلاص هذا ماء مرقي. فأقول له كلما، وهذه كانت نصائح للناس على طول، دائما كنت أقول اقرأوا كثيرا حتى تصلون إلى النتيجة، حتى يصبح ذاك الماء مرقي. فأسهل طريقة للكشف الماء هل هو فعلا ماء مرقي أم ماء عادي، تلك الذرات أو تبلور الذرات تصبح يعني واضحة المعاني على الماء. هكذا أنا مع الطبلة في اللون ومع الضوء ما واضحش، لكن أنا نحاول نوضح لكم هذا الماء سبحان ربي كيف يتغير. قرأت عليه سورة الرحمن 5 مرات، أول مرة أكتشف هذا الكشف المذهل. فلما قالت لي الزوج هذه المعلومة دخلت وبحثت، ففعلا وجدت أحد الصحفيين السعوديين تقريبا يجري مقابلة مع هذا العالم، وأثبت لهم أن هو أجرى يعني عملية بحث على ماء زمزم. أنا هذه العملية اكتشفتها سبحان ربي على ماء عادي، قرأت عليه سورة الرحمن. أسهل طريقة باش تكتشفوا أن الماء فعلا واش مرقي هذاك الماء ولا ماء عادي، تلك الحبيبات التي هي ظاهرة الآن راه كتبان على الماء. هي الآن واضح وضوح الشمس. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله. هذه القارورة مليئة بالماء تقريبا 75%. هنا قطرة ماء عادي، هنا تبلور ذرات الماء. دخلوا اليوتيوب وبحثوا في هذه المسألة. وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد هذا المقطع مباشرة إن شاء الله تعالى انتظروني في مقطع كالعادة سؤال وجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.